هل الدوري الإنجليزي أصبح وجهة محببة للاعبين العرب، وأن اللاعبين العرب بمستواهم أصبحوا مطلبا للفرق الإنجليزية؟ الكثير أجاب عن التساؤلات بأن المهم هو ما يقدمه وسيقدمه كل وافد جديد، بعد أن تصدرت القدم العربية المشهد الكروي الإنجليزي الموسم الماضي بتتويج الجزائري رياض محرز بجائزة أحسن لاعب رفقة فريقه ليستر المتوج باللقب. آخر طارق لأبواب البريمير ليج كان المغربي سفيان بوفال الذي تعاقد معه ساوثهامبتون ل5 سنوات قادما من ليل الفرنسي في صفقة قيل بأنها قياسية في تاريخ تعاقدات النادي، في انتظار تبديد بوفال لمستوى الاندهاش منها. وقبل ذلك رسم المصري رمضان صبحي انتقاله إلى ستوك سيتي ليجاور مواطنيه في البريمير ليج النني لاعب أرسنال وأحمد المحمدي في هال سيتي. وراجت في الآونة الأخيرة الكثير من الأخبار بقرب انتقال الدولي الجزائري إسلام سليماني إلى ليستر سيتي قادما من سبورتينغ لشبونة، والحديث متصاعد عن قرب الدولي الجزائري الآخر ياسين إبراهيم لاعب بورتو من التعاقد مع ايفرتون. تواجد الأسماء العربية في البريمير ليج وصناعتها لنجاحات فرقها على غرار ما فعله محرز مع ليستر والتونسي وهبي الخزري مع ساندرلاند قد يغيران وجهة اللاعبين العرب من الدوري الفرنسي والسويسري والإسباني وبعض الدوريات الأخرى نحو الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يركز في مجمله على ما يمتلكه اللاعب من مهارات مع توفر محيط الكرة الإنجليزية على كل مقومات نجاح لتقديم أداء لافت.